طبعا هذا في المشهد واقع، يعني تعيش من خلاله أسرة مسقوف في غرفتها التي تأويها بين أربع جدران. هذه الألواح، ألواح الزينغو المعروفة، وهذه الفتحات طبعا لا تقي برد الشتاء ولا أيضا دخول الحشرات التي من المتوقع أن تكون يعني ملاذها وملجأها هنا في هذا المكان. وهذه الأرضية. طبعا الغرفة قديش تقريبا؟ 5 في 4 فقط، لا حمام ولا مطبخ ولا حتى شيء ممكن نقول عنه له في مقومات الحياة. طبعا هذا الحمام هو قيد الإنشاء لسه، زي ما بيقولوا بحاول إنه يضب نفسه في هذا المكان من جمع الأدوات والمعدات من مكان إلى مكان. يعني أهل الخير ممكن يقدموا له حجر، ممكن يقدموا له سيفون، ممكن يقدموا له الإشي اللي انتم شايفينه اللي هو قيد الإنشاء، يعني من خلاله قيد العمل. هذا جانب للمطبخ، المطبخ الخارجي طبعا يعني في الخلاء. اليوم احنا في الجمعة، يعني اكيد كل واحد عنده وجبة الدجاج والمحمر واللي غيره، لكن كما تشاهدون والله ان وجدناهم يريدون ان يعني يقلوا البطاطا بالعربي يعني، وهذا الزيت. ما في عندهم اي مقومات اخرى غير هذا الموجود. هذا هو المطبخ، هذه هي الاواني فقط اللي موجودة في البيت، ما عندهم اي مكان اخر. احكي لي كيف راضي تعيش في هذا الواقع اللي انت فيه؟ راضي أعيش في الواقع هذا اللي أنا فيه لأنه أنا اضطريت لهيك أمر. ايش صار معك؟ اشكال الناس ايش قصتك؟ قصتي بالضبط إنه أنا تزوجت وكنت ساكن في غرفة عند أهلي، وأهلي برضك بيتهم ضيق، فطلعت وجيت أنا هنا عند أرض نسايبي. وزي ما أنت شايف اه. إمكانيات ما فيش عندي، ولا تلفزيون ولا غسالة ولا ثلاجة ولا إشي. طبعا يعني الإشي واضح. بعدين أنا بشتغل، أنا غسالات وثلاجات، يعني في إيدي صنعة، يعني أمنية حياتي يكون لي محل، يكون لي مصدر رزق، يكون لي أي شيء أنا أستنفع منه. والصحة موجودة عندي الحمد لله، فيش تقصير يعني. دورت شغل؟ دورت وطلعت والحمد لله يعني. وطقم النوم تبعي بعته لأجل إني أقدر أنا أصل هنا، أجار مواصلات توك توك أو أي حاجة، أجيب أغراضي عليه، عفش عليه، أمور عليه. وبعته لأني صبيت أرضي وكملت شوية. نسايبي ساعدوني، أعطوني مثلا قدوني البلوك هاب، وانا شطبت جوا. وانا سايب التاني على الله يكون لهم معين، واهلي الله يكون لهم معين. طب كل واحد باختصار هم يعني مع نفسه. كيف بمر يومك وشو اللي بدك اياه يعني؟ اللي بدي اياه اكون عايش زي باقي كل البشر. كيف بمر يومك؟ بمر يومي تعيس، يعني ايش بدي اسوي، بقضي يعني مش عارف وين بدي اروح ولا وين بدي اجي. وحاولت لفيت كتير، دورت على شغل ودورت على عمل، ما مش ملاقي يعني صدق ولا ملاقي امان. يعني انت تلتين الناس تقريبا. افطارك غداك عشاك ايش بدنا الحمد نقول؟ لله، الفطر والعشاء والغداء الحمد لله. والله بتمر علينا ايام بس يا فطور يا عشاء، وجبة واحدة في اليوم الحمد لله. وزي ما انت شايف هيات اليوم الجمعة بطاطا وغاز، ما فيش، على النار بنشتغل، على النار. وانت لا شؤون ولا مؤن ولا ولا باخد اشي ولا ولا شؤون وكالة ولا ولا حاجة؟ شؤون ولا مؤن ولا ولا اشي. وكالة ولا شيء حتى. اه. ولا شؤون ولا مؤن ولا كابونة ولا أي شيء. شو اللي بترجوه من الجهات اللي ممكن تشوف يعني هالحالة والقصتك يعني؟ يقفوا معي ويساعدوني بس مش أكتر. على الأقل شغلات خفيفة اللي أقدر أستر حالي فيها، لو خزانة، لو الله عزك كم بلوك أوفي حمامي فيه، بس مش أكتر. يعني غرفة الحمد واحدة، لله. والله لا قسما منافع بالله بتنزل فيها عليها ولا فيش. حتى فيش. مطبخ. وهي الصورة أدل وأدق من التعبير. تسكن فيها هذه الأسرة فقط، هي من شاب اسمك؟ نشوان وأنا وزوجتي. آه. هي متزوج فقط يعني ما فقط لا غير، عنده ما معناش عنده خلفة ما الحمد عنده لله. أولاد. ربنا يعطينا ويكرمنا.